قبل الذهاب الى وسط الميدان كابتن، نبقاو مع رياض محرز، مع هذا اللاعب. كيفيه التعامل مع نجم مثل رياض محرز؟ هل اليوم بالماضي لازم يكون عنده الشجاعه في اتخاذ قرار انه، او الجرأه كما قلت في اتخاذ قرار انه محرز ممكن نقعدوا على دكه البدلاء وندير تشكيله اخرى، ام انك تشوف فيه طرق اخرى للتعامل مع نجم مماثل؟ لا في طرق اخرى كابتن. هذا لعب من طراز عالي، ما نقدرش يا كابتن. ما أنا انسان يكون واقعي، وكره القدم ماشي مجاملات، كل واحد تعطي له حقه كابتن. شوف كابتن، محرز من احسن اللاعبين في اوروبا، اوكي، من احسن اللاعبين في افريقيا، اوكي، مفروغه منه، ولكن ضيع مباراه باش تحطه في البنك؟ لا مستحيل كابتن. ما لا هكذاك ما لاوش اللي يضيع مباراه ما نغيروا الفريق على جاله. لا كابتن، محرز قيمه ثابته، اوكي، ما لعبش مليح، ضيع المباراه، اول مباراه ضيعها. نفس الشيء عطالي ما كانش في المستوى، ما قدمش كان لازم يخرج رياض محرز. نعم كان لازم يخرج في هذيك المباراه، لان علاش ما شفناش نقولوا يخدعنا بوحده ولا بتنين. قال هذا راح يرجع في المباراه، ولكن ما رجعش في المباراه، قعد نفس الريتم نتاعو. ولكن نقولوا محرز قيمه ثابته، كان قادر يخرجوه حوالي 15 دقيقه الاخيره، يقدر يغير عادي كابتن. هذا منتخب، والمنتخب فوق الجميع. ولكن باش نقول لك محرز، اسمعني مليح كابتن، باش محرز مباراه ثانيه نحطوه في البنك، لا انا ما نوافقكش وما نوافقش الجمهور، وهذا الشيء غلط كابتن، غلط 100%. محرز قيمه ثابته، اوكي، ضيع المباراه، نقول لك كابتن ضيع المباراه. كان قادر المدرب في الشوط الثاني 15 دقيقه الاخيره يغيروا، ما في مشكل كابتن. هذه كره القدم، شفنا لاعبين كبار وخرجوا في الشوط الثاني كابتن. لكن اين هو المشكل انه لاعب مثلا محرز او اي لاعب من الدرجه الاولى ما يكونش في مستوى، يجوز فتره فراغ يقعد على دكه البدلاء؟ هذا لا يعني انه محرز موش لاعب ولا لاعب ضعيف. اكيد انه محرز لاعب كبير ويبقى لاعب كبير، لكن يمر فتره فراغ ممكن كغيره من اللاعبين يقعد على دكه البدلاء. يا كابتن، احنا رانا في دوره كاس افريقيا، قعدوا لنا 2 مباريات والسلام عليكم، يا نجوزوا يا ما نجوزوش. واش تنحي هذا؟ واش تنحي؟ رانا نلعبوا هنا في الشامبيونات تاع الجزائر، كاين 30 ماتش، كاين زوج، قعدت لنا بوركينا فاسو والموريتانيا، وين تنحيه كابتن؟ المباراه الثانيه يقلبك كاع المباراه والسلام عليكم، بعد نقولوا كاع محرز. صحيح، انا عرفت يا كابتن واش بيك. اكيد هذه المعطيات سلولي كابتن، غير بالعقل، شوف هذا منتخب فوق الجميع. احنا ما نتكلموش كما كان يتكلم قبيله في الفيتيال الانسان هذا، قال لك محرز واش بيك يا صاحبي؟ او بالعقل كالمي روح. محرز من طراز عالي، سيفري صح. اليوم ما كانش في هذه المباراه، صحيح كابتن، اني موافقك. انا قلت واش راني نتكلم، قلت لك كان قادر المدرب يخرجوا في 15 دقيقه الاخيره، ولكن ما ننساوش كابتن، محرز قيمه ثابته، يقدر يغير لك المباراه في اي لحظه، ولكن شاف المدرب باللي ما لازمش يتغير، ولكن نقول لك ادم والناس عندما دخول ما قدمش الاضافه كابتن.